السلام عليكم كابتن. شنو رايك بالسيد راضي؟ والله بصراحه السيد راضي حرامات واحد يدرب المنتخب العراقي، مع احتراماتي له يعني فاشل، مدرب فاشل بالنسبه لي. المدربين مال الفرق الشعبيه احسن من عنده برايي الشخصي. رحم الله والديك، شنو رايك بسيد راضي؟ والله صراحة سيد راضي أذانا، أذى الجمهور وأذى الشعب العراقي خاصة. يعني أكو عناصر هواي ما قاعد يلعبها. يعني نفرض هاي اللعبة راحت، افترض يعني لازم ضد الإمارات يلعب بالنص مهدي كامل، فهواي عناصر ما لعبوا المباراة. المباراة يعني المنتخب مال اليابان مع السعودية، والله المباراة يعني أكثر شيء تأذينا ضد لا للضحك. ما رايك بالسيد راضي؟ والله السيد راضي دمرنا، فاشل كلش، لا تبديلاته صحيحه، ظلم هواي الواعي، يعني مدرب فاشل مو مال منتخب العراق. اذانا كلش اذانا، والاتحاد همين شويه خلي يشوفونه هلا بينا، هلا كابتن راضي ما يستحق يدرب العراق، للاخير ما يستحق، واتمنى يشوفون غير مدرب احسن. تحياتي لك اخوي علي كينج. شنو رايك بالمدرب السيد راضي في تصفيات كاس العالم؟ والله صراحة السيد راضي دمر المنتخب، دمره ورجع النقطة الصفر، بس هو سوى انجاز، خلى السعودية تفوز علينا، هذا انجازه، وخلى الامارات صاروا عندنا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، صار حلم نغلب الامارات. زين ليش؟ مفروض يزج بعد الواعي بخبره. هسه احنا ما نكلب بيونس، يلا نقول يونس انتهى بعد، يعني الرجل قدم مستويات كبيره وقدم عطاء المنتخب وقدم انجازات كبيره، بس اكو شباب غير يونس يعوضون. هو مكلب لنا هسه مهند عبد الرحيم، زين، وبعلاء عبد الزهره، اكو لواعيب يعني احسن من ذول الولد جاي يلعبون هسه. زين علي حسني ليش ما يلعبه؟ ياسر قاسم ليش ما جاي يلعبه؟ المدافعين مثل عندنا مدافع سلام شاكر، زين، هم جاي يلعبه، ما العلم لاعب خبره هو، وبعد لحد الان جاي يقدم مستويات كبيره. فنرجو من الكابتن راضي شنيشي ان يستقيل من المنتخب، هذا رجاء يعني، لان المنتخب انتهى، دمر المنتخب. شنو رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيد راضي سيد مدرب يعني معروف وإلى انجازاته والى الانديه، ومدرب يعني اشوفه يعني احسن المدربين اشوفه بالعراق، بس المدرب يحتاج له فرصه، والفرصه لازم اتمنى من الجمهور العراقي والجمهور ان يعطي فرصه للمدرب، لان اللاعبين مندمجين وياه، وهاي الخسارات لازم، لان المدرب جديد، مدرب له يعني شلون بدايات جديده ويا المنتخب، واتمنى من الجمهور ان يعطي فرصه له، لان المدرب يراد له فرصه، وهو وعدنا ان فرصه يعني على مود يقدم الانجاز مالته، وان شاء الله هو كمستقبل ان يعطي الانجاز، لان احنا يعني الثقه موجوده عند المدرب، والثقه احنا ثاقين بالمدرب سيد راضي، وسيد راضي يعني معروف والى انجازاته شو اقول لك يعني بالانديه، قدم للزوراء وقدم للجويه، يعني مدرب يعني له فرصه ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. شنو رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ والله سيد راضي خوش مدرب، بس الرجال يعني مال الدوري العراقي مو مال المنتخب وضغط عليه يصير، رجال فوز الزهراء بالدوري اوكي صح، لا بأس به، واكو افضل منه، عدنان حمد افضل منه كمدرب للمنتخب يصلح، وحتى يمكن يصعدنا كاس العالم ان شاء الله. شكرا. رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ والله سيد راضي مدرب جيد، لكن ينقصه الخبرات، واحنا نطالب انه مدربين اجانب بقياده المنتخب العراقي والصعود الى كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. شنو رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ يعني بالنسبه للكابتن راضي شنيشن مدرب جيد، لكن الفرصه اللي بالمنتخب ما جاي ياخذها كامله، لان اكو ضغوطات عليه من الاتحاد، لذلك يعني لازم الاتحاد يشيل ايده من يمه شويه بدون ضغوطات عليه، واختيار اللاعبين لازم يكون بصوره صحيحه، بدون فساد، بدون مبالغ ماديه، وان شاء الله الفرص جايه وان شاء الله خير. سلام حبيبي. شنو رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ والله هو يصلح للمنتخب،
بس لازم يكون اختيار اللاعبين صحيح وبدون مبالغ ماديه. وعندنا لواعيب، احنا هواي فرق الشعبيه موجوده باي مناطق، عندنا لواعيب جيدين بس احسن من اللواعيب اللي بالمنتخب. يعني مو مثلا احنا شلون جبنا المنتخب العراقي القديم كله هو نفس الفريق بدون تغيير، ليش اغير اكو لواعيب افضل من اللواعيب اللي موجودين؟ لازم يكون يعني اختياره صحيح للمنتخب. حبيب قلبي. مدرب سيد راضي. والله المدرب راضي شنيش اخذ فرصته اكثر من اللازم، اتمنى التغيير، اكو مدربين احسن منه. يعني دمر المنتخب العراقي، العالم كلها تحكي، الصحافه كلها تحكي، اتمنى التغيير الصراحه. اتمنى يغيرون راضي شنيش، اكو مدربين احسن منه، باسم قاسم بطوله ورا بطوله، اتمنى يعني مدرب جيد، يعني عارفينه تاركينه حاله حال زملاء المدربين. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك في المدرب سيد راضي؟ والله سيد راضي مدرب زين وخوش مدرب ولاعبين جيدين كل زين، بس هو سوء الحظ ما جاي وياه. هو راد له فرصه، راد له بعد خبره، لواعيب يعني بهم امكانيه يطور نفسه، وبعد هو التوفيق من الله، هذا الله راضي. حبيبي. شنو رايك في المدرب سيد راضي؟ والله سيد راضي يعني مدرب بس شنو ناقص خبره. يعني لا صاحب نص مضبوط، لا دفاع مضبوط، لا مهاجم. هسه انت شفت لعبه الامارات ساحبين كابتن اسماعيل مطر، ايش قد عمره؟ فوق 37 سنه، واحنا عندنا يونس بعده ما متجاوز 33، ولاعب خبره وكل الخليج تخاف من يمه، لاعب يعني قوي. ليش ما ساحبه؟ عندنا ياسر قاسم لاعب محترف، بروار لاعب من السويد جايبه، ليش يعني؟ فمو خبرته مو كامله، مو مال المدرب، يراد لنا مدرب خبره والتصفيات بعدها والله كريم. شنو رايك في المدرب سيد راضي؟ والله مدرب سيد راضي ما اعتقد هاي الخطه يعني تحصل 3 نقاط من عندها، لان يمكن لعب اكثر من 10 مباريات وهي نفس الخطه، يعني 4-5-1. ما اعتقد هاي الخطه تحصل عليها 3 نقاط، لان اذا لعبت هاي الخطه يراد لك مهاجم مهاري، مهاجم هداف، فما اعتقد يعني يعني انا اشوف يعني غير مدرب. يعني راضي شنيشن ابد يعني مو يم الموضوع نهائيا. يعني تريد اقالة السيد راضي؟ اكيد، بس المشكله اذا اقلته اكو بديل اليه يعني احسن من عنده؟ اكو هواي يقولون، هسه بعض الجماهير احنا قلنا لهم قالوا باسم قاسم. باسم قاسم اخي مدرب محلي، ما خاض تجربه تدريب منتخب، فبعد ما اعرف باسم قاسم او غير باسم قاسم ما اعرف. المنتخب العراقي، المدرب العراقي ام المدرب الاجنبي؟ لا الاجنبي، انا اشوف الاجنبي يعني احسن. حبيبي. شنو رايك بالمدرب سيد راضي؟ والله بالنسبه للمدرب راضي هو خوش لاعب كان سابقا، وإلى سمعة طيبة وإلى قدرات عالية، واحنا ما ننكر هذه المسألة. بس هو هسه يعني نحس انه هو مو مدى يجدي نفع ويا المنتخب العراقي، لان المنتخب التبديلات غلط، الافكار غلط، يعني ما يستشير، يمكن اعتقد ما ياخذ استشاره من عندنا عمالقه احنا بالتدريب، مثلا يحيى علوان، اكرم سلمان، عندنا عمالقه، يعني المفروض هو يعني على الاقل استشاره شيء. فلذلك انه يعني من اللعبه الاخيره كانت احباط كبير لنا وللشعب يعني، ولذلك احنا ما نشوف اكو ضوء اخضر بنهايه النفق ويا راضي شنيشن، رغم انه ما ننكر انه هو كان من القاده بالمنتخب العراقي بس نتمنى من الله انه يعني الافضل له لحد هنا. يمكن انا اعتقد انه كافي انه يترك المجال لغيره، واكو عندنا هواي كفوين. لو المنتخب الاولمبي ايش بيه اخي؟ ما بيشي المنتخب الاولمبي، محتاجه بس هداف وراس حربه، وكانوا ممكن يستعينون باي لاعب ابو خبره، يعني على سبيل المثال، يعني حتى لا نشخص الامور، مثل يونس، مثل عندنا الواعي، بعض الجماهير يقولون، وانا واحد من الناس اقول يعني انه اللمسه الاخيره ما حد يجيبها الا اللاعب الفنان المتمكن. يعني هسه انت بقالة راضي لو مع راضي؟ لا والله انا ما احبذ ان يبقى راضي بالمنتخب، لا والله ما احب. اكو هواي المنتخب الاوروبي نفسه عبد الغني شاهد فيه يا اخي، يعني هواي مدربي. باسم
قاس مال ابو الجويه ايش بيه يا اخي؟ الناس مندفعين وعندهم اندفاع على هذا وعندهم علاقات طيبه ويا المنتخب، وممكن ان يجيب نتيجه ويغير بالنتيجه، انا متاكد يعني يغير بالنتيجه. مشكور. شكرا جزيلا. رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ والله اداء المدرب يعني ما عنده اداء، ما عنده يعني الخبره كافيه لقياده المنتخب الوطني، انا برايي صراحه. خوش، واكثر الخبراء الرياضيين يعني ايدوا هذا الشيء. بعض الجماهير تقول اريد مدرب اجنبي. والله هذا الراي؟ بالفتره الحاليه ما اعرف يعني، بس انا برايي لا. شنو رايك بمدرب سيد راضي؟ يعني بقاء ام اقالته؟ اقالته اكيد، اقالته اكيد طبعا، اقالته. بس المدرب اجنبي يعني ما اعتقد. اكو مدربين كفاء يعني كفاء عراقيين يعني ريو بوديشو، شيء يعني مدرب محترف وشيء يعني اعتقد يساعد المنتخب العراقي للتفوق بالفتره القادمه. مشكور كابتن. شنو رايك بالمدرب سيد راضي بقياده المنتخب العراقي؟ سيد راضي لا يمتلك الاحترافيه الكبيره لقياده المنتخب الوطني، يعني مدرب يصلح لقياده الانديه فقط. احنا داعمين للمنتخب العراقي بقياده الكابتن. احنا نقول سيد راضي، احنا ما علينا. بعض الجماهير والصحفيين يقولون قالت السيد راضي. احنا اي واحد يجي عشاق المنتخب العراقي، اي واحد يجي تدريب المنتخب العراقي نصفق له، وان شاء الله عندنا 15 نقطه ان شاء الله على ملعبنا. اربع مباريات، عندنا لعبه خارج ملعبنا بس مع تايلاند، وان شاء الله التوفيق لمنتخبنا العراقي. نطلب من بعض الجماهير العراقيه يعني لا يسيئون ويغلطون، يعني الغلط والسب احنا ما نريد. الجمهور العراقي انت واعي، ما نريد الغلط والسب للمنتخب للسيد راضي او اللاعبين. يقولون خذ له المدرب. هي مباراه فوز وخساره وتعادل، تستقبل كل شيء، فوز خساره تعادل، يعني من اي جانب. يعني انتم توقعوا سيد راضي قال انا راح ابني منتخب، يعني اذا ان شاء الله استدعى راضي استدعى يونس محمود او اي واحد من اللواعيب احنا نرحب به، وان شاء الله يقول القادم احسن للكره العراقيه ان شاء الله، وان شاء الله التوفيق لمنتخبنا العراقي. تحياتي لكم المشجع العراقي علي الكينج.